الواحد بقى بيشرب ميه ساقعه اكتر ما بيتنفس في الجو ده والله. المهم يا صاحبي، خلينا ندخل في الجد. انا حرفيا مطبق بقالي يومين في الشغل، مهبط طول النهار اصلا وتعبان، وقررت اعمل حلقه عن الهبد الفني. اوعى تنسى تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه، وعزيزي الصديق اهلا بيك. صح استنى. الحلقه اللي فاتت انا عايز اعتذر عن كذا حاجه فيها، مش حاجه واحده. الحاجه الاولى الموضوع بتاع الراجل اللي انا قعدت انتقده على انه مبسوط ان مراته طلعت ترقص مع الفنان المشهور وبتاع. الناس وضحوا لي في التعليقات، الناس اللي من تونس قالوا ان ده ممثل تونسي، وكان بيعمل اللي احنا بنعمله، بيتريق على جوز الست اللي سابها تطلع بالشكل ده، وانه اهل بيتك المفروض تداريهم مش تعمل كده. اكيد هو فاهم ان النقد اللي انا انتقدته مش ليه هو برضه يعني انا وهو كنا واقفين جنب بعض، بس بصوره حصل فيها دروب. فانا بعتذر للناس اللي قاعدت تقول لي انت لم تتحرى الدقه وبتاع. انا مش مقدم نشره اخبار يا صاحبي. الحاجه التانية في الفيديو اللي فات، وعلى نفس الشخص برضه، لما قلت ان هو لو مسلم فده حرام في ديننا، ولو مش مسلم فالحمد لله على نعمه الاسلام. انا ديني برضه بيقول لي ان لكم دينكم ولي ديني. فانا لما افتخر بدين الاسلام، لما انتمي لدين الاسلام، انا ما جيتش جنب دينك يا صاحبي. انا بحترم اي حد وما قلتش حاجه تزعل، وانتوا بس اللي فهمتوها كده. فانا اسف لاي حد زعل مني او اي حد فهمني غلط. صدقني انا عمري ما اقصد ان اغلط فيك او اهينك او اهين عقيدتك، عمري ما اعمل حاجه زي كده. وبس يعني بيتهيألي بعد اللي انا عملته ده كله استحق اللايك، والله العظيم استحق اللايك. تعال نشوف الهبد الفني بقى. انزل بوس رجلي يا محمد عشان تثبت حبك ليا قدام اهلك وقدام اهلي. ايه يا نجوى، انت اتجننتي ولا ايه؟ دي اكيد يا جماعه بتهزر يعني، مش بتتكلم بجد. والله ما فرقت يا زميلي. يعني سواء بتهزر او بتتكلم بجد، هي في كلا الحالتين قدام العالم اجمع اهلك واهلها قالت لك ايه؟ انزل بوس رجلي. الرد انزل لها ديسكو واسطوانه، خليها ما تنفعش، ابوظ لها العفشه، وبعد كده نطلقها عادي، بس ما تعديهاش كده. بهزر ازاي يا محمد؟ هو انت مش قلت لي ان انت بتحبني وممكن تعمل اي حاجه؟ انا قلت لك من الاول ده انسان لعوب يا بنتي. ده مكسوف يبين حبه قدام اهله. هو الحب عندكم يا حاجه بيبان بالطريقه دي؟ ايوه الراجل ده صح. هو الحب عندكم بيبان بالطريقه دي؟ يعني ابوها اللي لسه بيتكلم، اللي هو شنبه حرفيا عرض في طول وما شاء الله حاجه حلوه قوي، يعني اثبت حبه بالطريقه دي؟ طبعا جوز نورهان بس رجلها قدام الناس كلها يوم الفرح. لا، وجوز نورهان جاي فخور، فاهم اللي هو احسن ما اكونش بان في الكادر ومش عارفين ان انا جوز نورهان. يا فرحة امك بيك. مش هرد عليكم عشان اهلي ناس محترمين، ومش هينفع ان انا احطهم في موقف محرج زي ده. عامه يا نجوى، قولي لوالدك وقولي لاهلك ان الفرح هيبدا ان شاء الله، عشان الليله تتم على خير. الفرح هيبدا؟ فرح مين يا صاحبي؟ يعني هو بعد اللي اتقال ده خلاص، يعني المفروض واقفين صف كده وبناخد العزا والبقاء لله وبتاع وخلاص، لان هي يعني البت في الانعاش دلوقتي بتخلص. فرح مين اللي هيبدا يا صاحبي؟ ما هي مش هتتم على خير الا لما تبوس رجلها. طبعا انا الراجل ده مضايقني. طبعا يا راجل احترم شنبك حتى لو تمثيل. انت مش فاهم ان اللي انت بتفرشه دلوقتي بيتقاس على مقاسك؟ يعني الواد ده يبوس دي وانت مقتنع بده، يبقى انت عملت زي انت. يا عم احترم شنبك يا عم. يعني انت يا حاج علي موافق على اللي هي بتقوله؟ طبعا موافق وابصم بالعشرة. بس انا فهمت. وربنا الراجل ده عمل كده. يعني جوز نورهان بس رجليها في الفرح قدام الناس؟ اي نعم بس. وانت يا عم علي بوست رجل مراتك في الفرح قدام المعازيم؟ ايوه الله ينور عليك، هو ده السؤال اللي انا بقى مستني اجابته عشان افهم الحموضه اللي عنده دي جايه منين. ما افتكرش يا ابني، ده من زمان قوي. جاي عشان اقول لك كلمه واحده. علي يا ابني افتكرت، بوست يا ابني. وانت يا حبيبتي شايفاه لما هيبوس رجليكي هيبقى راجل؟ صح والله صح. يا حبيبتي انا ست زيك، ويوم ما الراجل اللي معايا يعمل كده هيقل من نظري، مش هعتبره اصلا راجل. صح جدا. طب ما عندهم ناس عاقله والله بتقول كلام زي الفل مظبوط. يعني يا حبيبتي ما امنش نفسي عليه. استني فعلا عليه. ما تامنيش نفسك ليه؟ هي نفسك هتعمل انت يعني يا حبيبتي ما امنش نفسي عليه. هي ايه الجمله اللي تحس انها صح بس معناها غلط دي؟ يعني ايه ما امنش نفسك؟ المفروض تقولي ان ما تامنيش نفسك. ايه؟ ما هي يا لهوي. ما تامنيش نفسك، لا ما تامنهوش على نفسك.
ما امنوش على نفسي. المفروض هي كده ولا انا بقول كلام انا حاسس الكلام كله بقى شبه بعضه. بقول لك يا حاج، خلي بنتك تلم الليله وتعدي فرحها على خير بدل ما يخرب على دماغها ودماغ حضرتك. يخرب على دماغها ليه؟ ما وراهاش رجاله. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده. لا في الحقيقه ما كنتش عايز اصدمك، بس لا كل اللي وراها ميلوا باسوا قبل كده، فما عادوش معانا، ما بقوش تبعنا، فهي فعلا ما وراهاش رجاله حد. ميرا هاتلي علبة سجاير ولا تقولي لا؟ حاضر يا مستر اسلام، هروح اجيب لحضرتك حاجة بس عشانك. 200 جنيه؟ طب ما تجيب اجيب لك انا السجاير، والله ما بهزر. طب والله ما بهزر، انا كنت بروح بجدي بالحماره من بلد لبلد تاني، اقسم بالله اجيب له علبه السجاير عشان كان بيتبقى شيلن، عارفه الشيلن 5 قروش، كنت بجيب بيه حلاوه طوفي لو تعرفها. ما تجيب بس اجيب لك انا السجاير. السلام لا عليكم. مفيش حاجه. سلام ورحمة الله وبركاته. مين ده؟ حضرتك مين؟ انا ابو ميجو. حضرتك والد ميجو؟ السكيورتي اللي هنا. ايه المطلوب؟ بص يا بيه، احنا حالتنا على كدي، ولدي كان شغال والظروف وشايل البيت والحال يعني، فانا كنت عايزك ترجعه للشغل وانا بتأسف. ابنك مش محترم ولا متربي، بيبص الاعلى منه، خليه ما يلعبش مع الكبار بعد كده، يعرف حجمه وحجم اسلام بالعطلان. انا ليه حاسك بتتكلم من مناخيرك؟ يعني ليه كده وبتاع، وفي النهايه بتختمها ختام غير طبيعي، يعني اللي هو اسلام بالعطلان. امال لو سليم كنت عملت في الناس ايه؟ وعشان خاطر مجيتك دي صدقة بطلعها كل شهر، هتبقى تجيلي كل شهر اديك زيهم. 400 جنيه صدقه غير ال 400 جنيه اللي اديتهم للبيت تجيب سجاير وتاخد. ما تشغلني معاك يا استاذ اسلام عطلان، بجد شغلني معاك. هقول لك وقت ما تعطل هنزل ازق. مستر اسلام. خير يا بيومي؟ هو جاي يتاسف لك يا مستر اسلام. حقك ثواني، مدي يا ميرا. جبت السجاير؟ اهي. شكرا، خليها بس على جنب. كنت بتقول ايه؟ يا اوفر يا شخص يا اوفر، دي مش كاريزما، انت كده مش. هات السيجاره دي خليها كده على جنب. فين الكاريزما في اللي بتعمله ده؟ عبط اللي انت عملته ده، اسمه عبط. كنتش بقول حاجه يا مستر اسلام، كنت بقول بيومي هو جاي يتاسف لك. انا ما عملتش اي حاجه عشان اسمعها. اسف يا ميجو، يلا بقى اتاسف بقى واخلص. خلاص يا جدعان، حق عليا يا مستر اسلام. انا اسف، عايز اسمعها. يا ابني انت في ايدك فرصه ذهبيه والله العظيم، اعتذر وانت بتشتمه بالطريقه، فاهم؟ قول له انا اسف جدا يا استاذ اسلام يا عطلان. فرحنا بكره وانت اخلعي قميص الامن ده، هتبقى حرم اسلام بلا عطلان. يا جدع انت انا مهبط ومش مستحمل، انا مستعد اعدي كل اللي انت بتعمله ده، الا الفخر اللي في عطلان اللي انت بتقولها دي. اسلام بلا عطلان. ميرا اعتفى عليه. دي كتيره عارف. اديله دي. انا قلت وانت سمعتي. اديله دي. مد ايدك. شكرا يا مدام ميرا او يا ست ميرا. عرفت حجمه قد ايه قدامي؟ انا قلت قبل كده، هو الراجل ده مستنسخ شخصيته من محمد رمضان. هو فاهم انه بالمشهد ده كده، هو عارف اللي هو بتاع طارق مايا عشان شرقت، هو فاهم ان هو ظاهر بنفس الكاريزما دلوقتي، بس للاسف. بصوا انا قعدت وفكرت مع نفسي، ويعني قعدت اتكلم مع نفسي عادي، حب عقل من سوزي، وفكرت اللي هو ربنا مدينا نعم كتير جدا، احنا حتى ما مش بنقعد نشكره في صلاه. انت شايفني بتصلي، في غيرك شايفني ما بيصليش، انا من الناس ما بصليش، بس ان شاء الله هبدا من اول النهارده خطوه اللي انا اصلي. مش عايزه حد يكسل اللي هو يصلي يقول بكره او بعده، احنا ما نعرفش، الناس بتروح مننا في اقل من ثانيه، بنسمع خبر فلان توفى، خبر فلان عمل حادثه، ربنا يدينا الصحه وطولة العمر. فوق ما فيهاش كلام دي، لا فل عليك يا سوزي. ربنا مدينا نعم كتير جدا، في غيرنا ما عندوش الحواجب دي. ماشي والله ماشي. هي اقرب نعمه لايديها من نعم ربنا عليها الحواجب، ماشي. ممكن يكون عنده ثعلبه، عنده مرض، ما عندوش الحواجب دي، اقل حاجه مثلا ما عندوش رمشك ده، ما عندوش ضفرك ده، ما بالك انت عندك كل حاجه وربنا رزقك بنعمه كبيره جدا جدا. في غيرنا بيروح يعمل عمليات وما اعرفش ايه يركب ايه في جسمه، في غيرنا بيزرع كبد، في غيرنا بيزرع كلى، احنا عندنا نعم كبيره جدا 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 احنا مش حاسين بيها. هو انا عايز اقول لها ان اللي معاه فلوس يزرع كبد في نعم اكتر منك، بس
ينفع يكون ربنا مدينا النعم دي كلها، مدينا حاجات بملايين الملايين غيرنا مش عارف يعيش من غيرها. ربنا مدينا جسم ومدينا صحة ومدينا جمال ومدينا حاجات حلوة جدا ومدينا طيبة ومدينا كل حاجة حلوة. خلاص يا سوس، عشان هي بدأت تقول اي حاجة، فاهم؟ بيدينا طيبة وبيدينا شر وبيدينا خير خلاص اوكي. سوزي التزمت، سوزي ناويه، دي حاجه حلوه، دي حاجه نشجعها عليها. واكيد انا عارف احنا كمصريين بنتعاطف، وكل التعليقات دلوقتي هتبقى دعم ليها. انا مش لافت انتباهي التعليقات، لافت انتباهي ان ايقونه اللايف شغاله. فهندخل، ويا رب يا رب ما ارجعش الاقيكي من غير حجاب، يا رب ما الاقيكي من غير حجاب. يا ريتني لقيتك من غير حجاب. اهو ده بقى العبط اللي انا كنت خايف منه والله العظيم. يعني انا ما كانش عندي مانع اخش الاقيك بتلعبي تحديات ودلق على نفسك حاجات والعبط اللي بتعمله ده، بس بالحجاب. انما ربنا مدينا كل حاجه، ولازم ان احنا نصلي، ولازم ان احنا نتوب لربنا. بعدها ب3 ثواني يا سوزي، 3 ثواني كل مكان عايزين يشربوا دخان. اوكي نو بروبليما خالص. هذه سوزي. عليها الحلال احنا قبل نهاية العالم بشارعين، فاحنا نعدي شارعين بس خلاص هنبقى رحنا. الموضوع اصله يلخبط. انا هحاول افهمك بالراحه. بص يا صاحبي، شفت الفيديو ده؟ شايف اللي بيرقص بالطريقه دي ده راجل، فالهشك بشك ده راجل. طب شايف بقى اللي بيشكل ده؟ دي بنت، دي البيج ياسمين لو ما تعرفهاش يعني. فانت فاهم البتاع حصل ازاي؟ انا جالي حول، انا والله جالي حول. يعني البت بتشكل والواد بيهز. طب انتوا ايه؟ طيب الواحد يداري مين فيكم، يعمل بلور على مين فيكم عشان ما يشيلش ذنب انه الناس شافته؟ طب مش فاهم يا جدعان. وانا بس اللي شايف اللي انا شايفه ده، ولا الناس شايفه؟ يعني انا يعني بص، اللي انا شايفه ده بيقول ان ياسمين مش ياسمين في الحقيقه، فاهم؟ هي ياسمين قدامنا الحوار اللي هي عاملاه علينا، لكن في الحقيقه لا. في يعني ما ينفعش يبقى في ياسمين. يعني مثلا ان انا لما بحلق دقني ماشي، بحلقها بمكان عشان لو حلقتها بموس وشي بيلتهب. ياسمين بتحلق شعر ودانها بولاعه. ريحتي ما كناش يوت. والله واحنا ريحتنا بقت وحشه بسببك، شكلنا بقى وحش بسببك. يعني لما انت قاعده بيتكتكلك بولاعه في وشك وانا ما بحبش احط الماسك اللي هو بيحطه ده ويجي ناتشو مره واحده عشان عينيها بتدمع غصب عني. يعني ليه كده يا ياسمين؟ صديقي زي ما قلت لك في البدايه، انا مهبط وتعبان ومطبق في الشغل، فخلاص ده اخري، ده اللي انا عايز اقوله. انا كده خلصت الفيديو. اعمل لايك وخليك كبير.